يا ابني باصي. ما هو انت عشان بتستهبل واقف عمال اقول لك هات هات وانت عمال ترقص وانت حمار ولا ليك فيها اصلا. وانت مالك يا عم؟ انا حر اعمل اللي انا عايزه. خلاص يا عم العبوا مع نفسكم. خلاص يا حازم ما كانش جون يعني. يا عم خلاص اتفلقوا وانا مش عايز العب. خلاص يا حازم. بقول لك ايه انا مخنوق مش طايق نفسي ماشي؟ خلاص يا عم اتفلق. انت هتفلس علينا ولا ايه؟ يا جماعه ما تهدوا. يا عم هو حد كلمه؟ هو اللي من ساعه ما جوه عمال يزعق. بقول لكم ايه؟ انا طالع البسين، حد جاي معايا؟ لا انا هكمل الماتش. اوكي. يلا خلاص يا عم. هو حد كلمه ده؟ مش مسألة كده، أنا أصلا تعبت. خلاص يلا. سلام يا إيدز. ايوه كبرنا. معاك هاني اللولو. بعت لك الطلبيه من نص ساعه كده. لا حته طريه متلقه بقالها اسبوع. عايز الففها لك بنفسي. عايز كيكي يا كيكي مش زي كل مره بقى. يا كيكي مش زي كل مره بقى. طب يا عدنان حضر لي سونيا. ايه؟ يا نهار اسود. طب وايه؟ انا خايف لحسن الموضوع يكبر. طب وهي اخبارها ايه دلوقتي؟ معرفش، كل شويه تكلمني وانا كنسلها. بتكنسلها ليه؟ لو اتكلمنا دلوقتي هنشد مع بعض. بص يا حازم، انت لازم تشوف حل الموضوع ده وما تسيبوش معلق كده. يعني عايز نعمل ايه يعني؟ شوف انت ناوي تعمل ايه. انا والله العظيم مش عارف وخايف تبتدي تغني لي في موضوع الجواز ومش الجواز. طب ما انت لازم تتجوزها. جواز ايه يا ابني انت عبيط؟ مش قصدي انك تتجوز دلوقتي، انما ايه، تروح تتقدم لها طبيعي وتكتبوا كتاب ولما تتخرجوا تتجوزوا. تمام؟ لا طبعا، انت ترضى تتجوز واحده انت غلطت معاها. ما انت اللي غلطت معاها يا حازم، ما دام انت مش ناوي تتجوزها غلطت معاها ليه؟ معرفش، هو كده بس موضوع الجواز ده يتنسي خالص.